تأكد غياب اللاعب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام بيراميدز في الدوري، وذلك عقب تلقى اللاعب الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام الداخلية. في الدوري علق البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صفقات الفريق المحتملة الموسم المقبل، وحقق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الداخلية بهدفين لهدف أحرزهما يوسف أوباما، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 31 من مسابقة الدوري العام على ملعب استاد السلام الدولي غوميز. وخلال تصريحاته عقب المباراة أكد أن الأهم حل مشاكل لاعبي الفريق الحاليين، من الوارد التعاقد مع لاعب أو اثنين فقط، مؤكدا أن قائمة الفريق الحالية سوف يتم استكمالها الموسم المقبل، ولا يزال هناك أفكار يتم مناقشتها مع رئيس النادي بشأن الصفقات الجديدة.